بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل مع بعض شويه قراقيش حلوه قوي قوي في البيت، مش هنشتريها من بره. هنعملها كده بمكونات بسيطه موجوده عندك في البيت، هتقومي على طول تعمليها. بجد حلوه قوي قوي، بتبقى حلوه في الفطار مع كوبايه شاي سخنه كده الصبح، او ممكن تاكلي بيها مع الجبنه. انا بجد اول مره اجربها مع الجبنه، بجد تحفه حلوه قوي. انا لما بعملها باكلها دايما بشاي بلبن كده في الفطار الصبح، بتبقى حلوه يعني حاجه حلوه، احلى من البسكوت كمان. بس المره دي جربت كده وكلتها مع الجبنه، بجد كانت حلوه قوي. يلا بقى قومي كده ولعي الفرن كده في البيت. طبعا احنا في جو شتاء، فطالما في شتاء يبقى ما بطلش بقى نولع الفرن. نعمل كده حاجات حلوه لاولادنا في البيت، مخبوزات حلوه كده عشان ما يشتروش اي حاجه من بره. في البيت طبعا احلى وانضف واضمن من اي حاجه من بره، وكمان توفير، لان هي بره هيبقى ليها سعر عالي، فاحنا هنعملها في البيت كده بمكونات والله ما فيش ابسط من كده. المكونات بتاعتها بسيطه خالص، وطريقتها حلوه كده ومسليه وانت شغاله فيها، بجد حلوه قوي. لو حابين بقى تشوفوا احنا عملنا الجمال ده ازاي، يا ريت اللي مش مشترك عندي في القناة يا ريت يشترك ويفعل كده الجرس عشان يوصله كل جديد احنا بنعمله. الكومنت الحلو بتاعكم اللي بيشجعنا كده نعمل كل جديد وكل احسن. القرقيش بجد حلوة قوي قوي يعني، لا انت لو خدتي واحدة مش هتبطلي بقى، كل شوية هتاخدي غيرها. يلا بينا بقى كده نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل القرقيش بتاعتنا بالمكونات البسيطة اللي بقول لكم عليها دي ازاي. شكلها حلو قوي قوي وطعمها بجد تحفة، مقرمشة كده من بره وطرية خفيف خالص كده من جوه، ومنتفخ كده يعني منتفخه معايا مرتفعه كده حلوه، مش فطسانه ولا في اي حاجه، مفيهاش اي حاجه غلط، مظبوطه والله 100%. ولونها حلو قوي. تعالوا بقى يلا نشوف عملناها ازاي. عندي كيلو من الدقيق، هحط عليه 3 معالق من السمسم، 3 معالق كبار كده من السمسم، وكيس واحد من الفانيليا، وبيكنج باودر هاخد منه معلقه صغيره ممسوحه خالص. ليه بقى؟ هتفتح معاكي كده العجينه، ما تخليهاش عجينه مكتومه. وهاخد كيس من الخميره، مش هقولك بقى معلقه ومعلقه ونص، لا هو كيس كامل على الكيلو احسن حاجه. ورشه ملح كده صغيره، وثلاث معالق كبار من السكر. وهنقلب بقى كل المكونات الجافه دي مع بعض، سهله خالص. ولو عندك لبن بودره كمان ممكن تحطي معلقه او معلقتين لو موجود عندك. ومعايا كوبايه كبيره او مج كبير كده من السمنه، حوالي ربع كيلو. ومعايا ايه كمان، نص كوبايه من الزيت، برضو نفس الكوبايه بتاعت السمنه. ممكن تستبدلي السمنه بالزبده، وممكن تستبدلي السمنه خالص وتحطي المكونات كلها زبده. بس صدقيني نصيحه مني، ما ينفعش تعملي القراقيش كلها بالسمنه او بالزبده، ما ينفعش، لان هي اسمها قراقيش. طب السمنه هتخليها مقرمشه برضو، بس مش اللي هو يعني مش هتبقى ناعمه كده زي الكحك معاكي. فاحنا عايزينها تبقى مقرمشه كده شويه، فلازم نحط زيت. فبجد دي نصيحه مني، ما ينفعش تشتغلي ابدا القراقيش بالسمنه او بالزبده بس. تمام. عملنا ايه بقى بعد ما حطينا كل المكونات كده معانا؟ هنبتدي بقى ان احنا نبسها، ندعك كده، نشرب الزيت والسمنه للدقيق. الخطوه دي مهمه قوي. ومعايا مج كبير كده من اللبن، اللبن طبعا دافي، مج كبير حوالي ربع كيلو. تمام. يبقى ربع كيلو سمنه ونص الربع كيلو سمنه زيت. ممكن زي ما قلت لك لو مش عايزه تشتغلي بسمنه او بزيت ممكن تشتغلي كلها بالزيت، انما كلها بالسمنه بس بصراحه لا ما حبيتش الحكايه يعني. عملنا ايه؟ حطينا بقى خلاص اللبن، وبعد كده معايا نص كوبايه كمان من الميه الدافيه. ممكن تحطي نص كوبايه لبن كمان لو عايزه تكملي كله باللبن، ماشي مفيش مشاكل. بس الميه بتدي برضو نتيجه احسن، اللي هو ميه ولبن مع بعض كده النتيجه بتبقى احسن. هنعجن بقى القراقيش بتاعتنا عجنه حلوه كده زي ما انتم شايفين. ممكن تحطي شمر وينسون لو حابه، برضو في القراقيش بتبقى حلوه قوي. عجنتها بقى هنا، ما بتاخدش كتير يعني 10 دقايق مثلا ولا حاجه، تلاقي بقت زي الفل كده معاكي. خلاص كده جهزنا العجينه بتاعتنا، بصوا شكلها حلو ازاي، طريه ومتفتحه كده العجينه معاكي وحلوه قوي. خلصناها بقى كده، هنغطي بقى العجينه بتاعتنا دي ونسيبها حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع، ممكن كمان ساعه، بس مش اكتر من كده. هي مش هترتفع معاكي قوي لان طبعا دي فيها دهون، فمش هتعلى معاكي قوي زي المخبوزات التانية دي اللي هي اللي ما فيهاش سمنه او الحاجات دي، لا مش هترتفع معاكي كده يعني. فممكن من نص ساعه لساعه براحتك، بس مش اكتر من كده.
بصوا بقى هنبتدي ان احنا نشكلها مع بعض. انا هعمل معاكي طريقتين للتشكيل، والاسهل عليكي اعمليه. السمك بقى ما بيبقاش السمك بتاعها طبعا رفيع خالص، يعني بيبقى زي ما انتوا شايفين كده. دي طريقه هيت للتشكيل سهله قوي برضو. لو عندك بقى العجله اللي هي القطاعه الحلوه دي، اللي هي بتاعه البيتزا بس اللي هي المشرشره شويه، قطعي بيها بيبقى شكلها حلو قوي. دي بقى طريقه كده زي ما انتوا شايفين، فردناها على شكل مربع كده، وبعد كده ابتدينا ان احنا نقسمها من النص ونقطعها. دي طريقه حلوه قوي برضو. تمام، هنشيلها بقى، خلصنا كده. هنسيب بين، طبعا هنا بقول لكم بنسيب بين كل واحده والتانيه بنسيب مسافه كده صغيره، لان هي طبعا بتعلى وبتفرد شويه كده، بتفرش سنه بسيطه في الفرن، لان احنا لسه هنسيبها تخمر كمان شويه وبعد كده هندخلها الفرن. سهله قوي والله، وطريقه العمايل بتاعتها او طريقه الشغل في القراقيش دي حاجه سهله قوي قوي. المهم ان احنا بنفردها على شكل مربع، وما بتبقاش السمك بتاعها ما بيبقاش رفيع خالص. بنشيل بقى كده بعد ما قطعنا، بنشيل بقى اللي احنا الزيادات اللي بره عشان ناخد شكل كده حلو. زي ما انتوا شايفين كده، انا اوريكم السمك بتاعها. وبعد كده بقى بنبتدي نقطعها. بصوا سهله ازاي، مفيش اسهل من كده بجد والله، سهله قوي قوي قوي. خلصنا كده، هنحط لها بقى في الصاج بتاعها ونسيبها على جنب كده بقى شويه قبل ما نخلص بقيه الكميه. دي طريقه تانية للتشكيل، انا بتهيألي في رايي ان دي كانت احلى. خدنا بس قطعه صغيره كده من العجينه، وهاخد واحده بقى من اللي احنا قطعناها عشان طبعا ناخد نفس المقاس لكل القراقيش بتاعتنا. هي دي كانت اخر قطعه كده متبقيه معايا من العجينه، فانا جربت بقى بيها الطريقه دي بجد، لا حسيت ان دي اسهل يعني. وبرده الاسهل عليكي اعملي، انت شفتي الطريقه كده ودي كده، يعني ما فيهاش اي حاجه، هي سهله خالص. يعني وانا ذاكره عايزه اخد بس انا فكرت قلت له الكلام ده خالص، يعني ما وريتش ان المال كلها في ده، مش عليك بس. انا خلاص قلت له يا ريتني ما انا عرفت شايفه حاجه والله اوسخ حاجه صدقني. خلصنا كده خلاص. بصي كمان الصغيره دي حلوه قوي، ممكن تعمليها، ممكن تعملي الكميه كلها منها، بس هتاخد معاكي وقت اطول يعني. زي ما قلت لكم هنسيبها بقى على جنب شويه كده، حوالي ربع ساعه مش اكتر من كده، نكون ولعنا الفرن كده وسايبينه فرن سخن قوي. وبعد كده هنسويها ازاي؟ هحطها في نص الفرن على نار هاديه، يعني 180 مثلا، ونسيبها بقى براحتها خالص. وكل شويه نلف الصاج بس بتاع القراقيش اللي احنا عاملينها، عشان تاخد معاكي لون حلو كده من تحت ومن فوق، ومن غير شوايه كمان. هي بتاخد وقت، مش هقولك يعني، هي بتاخد لها ربع ساعه تلت ساعه على حسب بقى الفرن بتاعك. بس المهم ان الحراره تبقى هاديه، عشان تبقى يعني مقرمشه، مش تبقى ما تستواش كده على السريع، وتبقى بعد ما طلعت تلاقيها طرت، فمش هتبقى حلوه خالص، او تلاقيها نيه من جوه، تاخد لون وتبقى نيه من جوه، احنا مش عايزين كده، احنا عايزينها تستوى براحتها خالص. بس اهم حاجه ان انت كل شويه تلفي الصاج اللي انت بتسوي فيه القراقيش بتاعتك، تطلع معاكي لونها حلو قوي كده، من غير ولا تدهنيها اي حاجه ولا فيش. الموضوع سهل خالص، لان هي طبعا فيها ماده دهنيه، فهتاخد اللون الحلو دوت. خلصنا بقى الكميه بتاعتنا، شايفين شكلها حلو ازاي، وكميه حلوه قوي، ده كل ده من كيلو دقيق، يعني حاجه حلوه قوي. بصوا حلوه ازاي، ومن جوه حلوه قوي قوي. زي ما قلت لكم، هي ما فيهاش افتكاسات ولا فيها اي حاجه. انا بالنسبه لي هنا ما كنتش حاطه شمر، ممكن تحطي شمر وينسون، وبيحطوا ايه تاني، وسمسم، احنا حطينا سمسم، ممكن تبقى تحطي شمر وينسون مع بعض كده، تطحنيهم طحنه حلوه كده شويه، وبعد كده تحطي منهم برضو معلقه معلقتين ثلاثه على العجينه بتاعتك. اتمنى بقى النهارده الطريقه بتاعتنا تبقى حلوه كده وتعجبكم، ويبقى الفيديو بتاعنا النهارده خفيف كده عليكم. وزي ما قلت لكم، لو عجبكم بقى الطريقه النهارده، ما تنسوش اللي مش مشترك عندي في القناه يا ريت يشترك ويحط اللايك طبعا. وشكرا على متابعتكم وعلى مشاهده الفيديو بتاعنا النهارده. جربوا القرقش بجد هتعجبكم. وبس انا عايزه اقول لكم شكرا ليكم.